السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اليوم بإذن الله جبت لكم هذه الوصفة تاع الطمينة للنفاس. طمينة سهلة مغذية وسريعة وتقوي المرأة بعد النفاس. نبداو على بركة الله بالمقادير. نستعمل هنايا هذه الغرفية 4 كيلات تاع سميد. هذا السميد يكون سميد متوسط. هذه الثالثة، ونزيدو الغرفية الرابعة. إذا 4 كيلات فيهم كيلة تاع زبدة ذايبة وباردة. وهذا الطمينة هي سهلة ومغذية تقوي المرأة بعد النفاس. نزيدو هنا هذيك الزبدة الذائبة ونزيدو الملح ونخلطوا المكونات. ندخلوا الزبدة غاية في السميد. احنا هذه هي الطريقة تاع الأمهات والجدات تاعنا. بهذه الطريقة نخدموا الطمينة. كاين يقولها الطمينة، كاين يقولها التقنتة، كاين يقولها مبصلة. نحكوا السميد غاية بين يدينا، نخبزوها تقريبا كيما المبسس. نحكوا السميد في بين يدينا وندخلوا فيه الزبدة ذايبة. نخلطوه مليح، ما نخلو حتى كاع الزبدة تدخل كاع في السميد اللي راه عندنا. نقسموا هذا الخليط ونبداو نزيدو في الماء غير بشويه ونخبزوه. هذا العبر الاول نخبزوه، نطيبوه ونزيدو ثاني. نجيبو الماء ونبداو نخبزو فيه عادي كما نخبزو المبسس. نخلطو غير بالاصابع ونلمو العجين حتى تلمنا كاع العجينه. نقلعوها من هذا القصعه ونديروها في البلون دو طرافاي ونخبزوها. نخبزوها ونديروها قطع ونخلوها تطيب في الفرن. نضغطوا عليها مليح، ما نكثروش الماء فيها بزاف باش كي نجو نفتوها تتفتت لنا بسرعه ما تغبناش. نضغطوا عليها مليح. نقسموا السكين دي مورسو. هنا ما يهمش الشكل تاعهم لانهم هنا غادي كاع نعاودو نفتوهم. نديروها في سني نكونوا داهنينه بالزيت. نحطوها في السني ونعاودو ثاني نديروا لها الزيت من الفوق باش تتحمر لنا غايه. بالبانسو ندهنوها من الفوق بالزيت ونطيبوها في الفرن من تحت. كي تحمر نزيدو نطيبوها ثاني من الفوق، نحمروها من الفوق ومن تحت وتكون طايبه. ما خلوهاش يعني اللون تاعها يكون دوغي مائل للاحمرار. ندهنوا كاع هذوك القطع تاوعنا بالزيت من الفوق. هنا بعد اللي طابت من الفوق ومن التحت نديروها في قصعه ونفتوها. هنا راهي ساخنه، كي تكون ساخنه تتفتت بسرعه ما تغبناش.
هذه الطريقة يعني تقليدية، طريقة الأمهات والجدات تاعنا. نفتو كاع الكمية اللي طيبناها، نفوتو بعداك نفوتوها هنايا في البوصيار باش القطع اللي ما تفتوش نعاودو نفتوهم غاية. هنا بعد اللي فوتناها كاع في البوصيار رشوها بالماء وما زهر. احنا هذه هي الطريقة تاعنا، طريقة تقليدية، وحنا نسموها الطمينة مفورة، لانه بعد اللي طيبناها في الكوشه نعاودو نفوروها مرتين عاد ونحطوها ونديرو فيها العسل. ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقة التقليدية. رشوا بالماء زهر والماء، نكونوا مخلطين الماء والماء زهر، ولا نديرو شويه ماء ولا داك نزيدو شويه ماء زهر. نديروها في الكسكاس، نفوروها المره الاولى، نفوروها مرتين، في المره الثانيه عاد نديرو فيها العسل. هنا حطيناها بعد اللي فورناها المره الثانيه ونفرغوا فيها العسل. كاين يزيد فيها الزبده، انا هنا ما زدتش فيها الزبده لان كانت فيها كميه كافيه من الزبده. نديرو فيها العسل ونخلطو مليح وهي ساخنه، تجي بنتها ما شاء الله. نقدروا نحتفظوا بها عدة أيام يعني في الثلاجة. كل مرة وين ما نبغوا نحطوها نفوروا ونديروا فيها العسل. هنا بعد اللي ديكوريناها نزوقوها بالقرفة والمكسرات. إن شاء الله تعجبكم وصفة اليوم بإذن الله.